ايش رايك تغني لنا اغنيه في هالاجواء؟ طيب اوكي. يلا حب بقى من بقى الغرام بقى واللي هو الشمس والقمر بقى يخشوا مع بعض بقى. مية 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 هذه البنت اللي هي كنت انا ادور عليه وجابها ربي هدية. مية 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 حكيها ذوق ولطافة والدلع ما في كلافة صوتها لما تسولف أحلى من أحلى أغنية. مية 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 مية. الله الله انت طلعت 100 ايش رايكم الحين؟ اختار موضوع؟ فنانة؟ تفضل. تكيت. اتيكيت. محمد البرزوقي شو محضر لنا؟ وانا ايضا ما نبغى نطلع من اجواء الاعراس والافراح، فبنتكلم عن اتيكيت الاعراس، بس كان عندنا مجموعه نصائح، بس بودي فرصه نتعرف على عادات الاعراس عندكم. طيب انا ودي اتعرف على اختي سميره قبل. نعم اهلا وسهلا بحضرتك. اعطينا عادات هناك، اذا انا بحضر شو المفروض اعرف، شو المفروض اسوي؟ لا سؤالك موجه لحفل وانا رايحه حفله الزفاف ولا كيف يتم انا بروح عرس، بحضر عرس في السودان او في مصر، ما اعرف كيف اذا آخذ معي بس في هدية؟ فرق كبير يعني بين العرس في السودان وفي مصر. انا والله بقالي 7 سنين متجوزه، وجوازي يعني حفله كل يوم، بقالي 7 سنين الحمد لله. يعني تحيه كبيره لزوجي الحبيب. ابو سعود سامح حبيبي، بغينا نعرف السعوديه اي معلومه ترى في الاتيكيت انك تعرف ثقافه الشعوب، فودنا نتعرف على منطقه الرياض مثلا. حلو. الرياض انت تبغانا نتكلم عن الرياض تحديدا ولا عن المملكه؟ نتكلم بس الجنوب، لا تتكلم وخلي فنان يتكلم. طيب شوف يعني في طقوس كثير يا محمد، هي بشكل رئيسي ما في شيء محدد، على كثر ما ان كل عائله او كل قبيله او كل بيت يختار اللي يناسبه ويناسب ضيوفه. حتى احيانا عدد الضيوف ترى يحتم اشياء كثير. زين شو يضايقك لما تحضر العرس؟ نحن ودنا نقدم نصيحه لنا. شو اللي يضايقك في الاعراس؟ يمكن عدم التنظيم احيانا، اللي هو صراحه انا في شيء مره ضايقني اللي هو وجود الاطفال في العرس. بس ما ازعل من اي شروط او مش شروط، اي رغبات يحطها العروسين على الكرت. اذا كان الطفل احيانا في اعراس يمنعون المغاتير اللي هم يدخلون العرس، الحريم مثلا تعرف احنا منعزل، ما يحبون ان الحرمه تكون متغطيه في العرس لانهم يشكون. في ناس يحطون على الكروت ممنوع اصطحاب الاطفال، في ناس اللي هو الجوال بالكاميرا. المفروض ان احنا اغلبنا نحترم هالشيء، لان هذه ما حطها الشخص او المعرس او اهل العريس، الا هم عندهم رؤيه معينه، انا لازم امشي في نطاقها. تسلم يا ابو سعود. ننتقل فاكهة البرنامج. أنا عارف إن في مصر عادة الضيوف بيجيبوا يا هدية يا نقطة، يعني بتبقى شو هي النقطة؟ يعني فلوس أي حاجة مساعدة يعني للجهاز بس يعني دي برضه بتفرق، يعني بتفرق على المستويات، بتفرق على العائلة، أنت قريب قد إيه من العرسان وهكذا. فيعني الحاجات دي بتبقى على حسب، خصوصا في مصر يعني. بس مهم اللمه مش مهم الهديه يعني. صحيح، نتعرف بس على ثقافات. نحن عندنا بلبنان العروس بتنطر اهل العريس يجوا ياخذوها من البيت، تكون لابسه فستان على عرس حلو والكاميرايات والورد بالبيت، بيجوا اهل العريس بصيروا بحطوا لها هالعقد وهالاساور كله الماظ وذهب وعم يلمع، والكاميرا عم بتتصور واللي عم تحط لها العقد بتضحك هيك مبسوطه. عمرك شفتي ابتسامه على وش نيكول بالشكل ده وهي بتتكلم على الافراح؟ يعني كلها بعدين في حفله
مساء ورقص، بنكون مرنين. عم بحكي عن حالي بس اكيد كل الناس هيك بتتمرن على الرقص حتى تفتتح السهره. تانجو او فالس. حفله ما بتنسى. بس عندكم قاعده العروس والمعرس من اليمين او من شمال ولا ما عندكم؟ بلا العريس بيكون على الشمال. على الشمال. طيب فناننا ودنا نعرف عادات منطقه الجنوب في الاعراس. طبعا انا بتكلم عن جازان اللي انا عايش فيها وبلدي وكذا. في اول شيء يكون الاكت طبعا معروف، الملكه يعني نسميها عندنا. بعدها يكون الحنه في بيت العروسه، يحنونها وكذا ويجون يغنون وكذا، وبرضه ناس تجيب فلوس وناس تجيب هدايا وكذا. تمام. وبعد كذا ثاني يوم بعدها بيت العريس ياخذون اغراض وهدايا وكذا ويروحون يودونها بيت الحرمه، بيت العروسه يعني. فياخذون اغراض وهدايا وكذا ويودونها هناك. وثالث يوم الدخله طبعا. ورابع يوم يكون الليله الثانيه برضه ببيت العروسه، يضبطونها ويجهزونها كذا، يحطوا لها الفل وكذا، يسمى عندنا المشرف، يلبسونها ويدخلون على العريس. عقبالك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا عندي بعض النصائح العامه اللي مثلا شوف الان نحن من مختلف الثقافات، لكن هذه النصائح لاي واحد بتنفع. النصائح الاولى بنقدمها للعروسين وبعدين للجمهور. للعروسين نقول ان اول شيء ورجعنا لكم في زهرة الخليج، وإن شاء الله نكون ما طولنا عليكم. وإيش رايكم نختار موضوع ولا نغني ولا نغني ولا نختار موضوع؟ انا اختار. لا نغني. احنا عندنا الاتيكيت، الضيف هو اللي يطلب ويأمر ويتدلل، وهو قال يبي يختار، صح؟ قول يا محمد تفضل. ايوه. بس ما بيهرب من الطلب، صبروا شوي. مقابلة فنان. ومقابلة فنان. وتفضل هذه ال3 زهرات خلها عندك، ونبتدي الحين خلال 3 دقائق نسألك أسئلة، وحاول ما تقول لا لا ولا نعم ولا يس ولا نو ولا بتفقد زهرة من الزهرات. وجاهز؟ جاهز. بتحب الزهور؟ ابتدوا. بتحب الزهور؟ ايوه. ايوه ادفع ايوه ادفع. من اولها يا محمد. حلوه، عجبتني انا دي. انت مغروم؟ بس يقعد يهز الناس. لا ما احنا قلنا ما نعملش كده. لازم يرد، خليه يرد. مغروم؟ انا مغرور. مغرور. أيه. مش مبين عليك بس. امثل. فنان انت تدرس حقوق في جامعه ايش قلت؟ قالت لك انت مغرور، ايش قلت؟ قلت ايه؟ قال انا لا ما قال لا بعد انت نفوتها يعني؟ صدقوني لو تفوت بيطلع. هو قال انا. قلت انا. يعني هناخدهم منه، يعني هناخدهم. هي مرتاح من المكان اللي وصلت له؟ الحمد لله. طموحك حسيت انك انت حققتها؟ راضي عن نفسي. فادك الالبوم؟ جداً. برنامج البوم؟ جدا. انت شاركت في مهرجان عمان وجده صح؟ طبعا. وهوايتك سباحه؟ ربما. وبلاي ستيشن؟ ان شاء الله. بتتكسف. بس ازاي اخترت انك تغني؟ بتتكسف وانت بتغني قدام الجمهور ولا لا؟ لا. عندي حلو الليله دي انا. محمد انت مطرب هايل، بتلعب اي آلة موسيقية؟ أورج. الأورج. البوماتك كيف رضاك عنها؟ اختيارك للاغاني؟ جدا سعيد. اختياراتي للاغاني؟ ايه. عن طريق الشركة. بس انت اكيد تشرف عليه. طبعا انا والشركة في جروب. تدرس في جامعه القاهره؟ كنت. وتخصصك اعلام؟ نو.
خلصت الزهرات من عنده لا يلا الفقره الجايه معلش. اسهل على مو. يلا الفقرة الجاية سؤال ولا على البال وما عندك أي وسيلة مساعدة إنك تحول أي سؤال الزملاء بيطلع حرام بس الوجوه. خوفناه متهيألي. بيطلع لك الوجوه الحين على الشاشة. متى ما هيوري تبي علينا اضغط وقول ستوب بيطلع لك السؤال. بس قول ستوب بصوت عالي عشان وفقرة سؤال مع البال، تفضل. تفضل. يلا. ستوب. حبيت أسأل الضيف متى تشعر بالحرج؟ هاي ما فيها لا ونعم ممكن وهاي ترد زي ما انت عايز. عادي ها؟ قاعد نفكر. الحرج لما بكون انا ببرنامج زهرة الخير. يا سلام جاوبت والله. لا بالعكس يشعر بالراحة. لا تشعر بالحرج. لما اكون في مقابله فيها بنات. يعني الحين. حرام. سؤال ثاني. قلت لكم. تفضل متى ما تبي ستوب. اوكي ستوب. بسأل الفنان ما هو سلاحك للتأثير على الجنس الآخر؟ الله الأسئلة. هذا ودينا في داهيه. هو ناوي على كده. لما اغني. تستغل الغناء علشان اوكي. موهبه اكيد الموهبه. اي اغنية ممكن تحسها انها تأثر على الجنس الآخر. اي شيء يطلع من صوتي ياثر علي. يا سلام كبيرة دي. يا عم اخراج مين وبتاع ايه انت هتمثل علينا. ايه حاجه بقولها. هذا والله والله بقرا جورنال حتى. ثواني دواهي نختار سؤال. يلا سؤال. ستوب. بتسألك أخوي إذا تخاف على صحتك. اي طبعا. شلون تحافظ على صحتك؟ تلعب رياضة؟ ايه بس في السنه مره واحده. شلون تحافظ على صحتك؟ انا بدري. النوم. ايوه ما في تدخين. تمام. أكل. وتاكل اكل صحي ونختار اخر سؤال. يلا ستوب. أسأل الفنان إيه الشخصية التلفزيونية اللي هو بيحبها؟ خلي بالك خلي أي، بالك. ما تدورش بعيد. ما تدورش بعيد. شخصية تلفزيونية انت بتحبها. محمد الزيلعي. محمد الزيلعي. يا سلام. حلوة الثقة في النفس. الله يخليك. وحلو حب الذات. شكرا. يعجبني فيك مع ان شكلك يقول مسوي روحه خجول وحركات. حركة. وش رايك زين يختار موضوع؟ عندنا اخر موضوع في الحلقه ولا يغني؟ لا لازم يغني. لا خلاص اخر غنوه وضاع بقى. يلا يلا على ذوقك وتختار شيء من عندك او لاحد اي فنانين موجودين. او ابو نوره مثلا اذا انت حاب يعني. محمد هو ناوي هو على اللي راحت كان اللي راح. تبي ماي تبي شاي احنا حاضرين. لا والله شكرا. ما ادري نسيت. يلا. على البال كل التفاصيل على البال واحلى التفاصيل على البال والحل والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والخطوة المغرورة واحلى المواويل دايم على البال